بيبدأ الفيلم في سجن غريب مكون من عدة أدوار الأكل فيه خلال دقيقتين بس، واللي بيتبقى بينزل للأدوار اللي تحت. في سجن غريب جورينج بيصحى من النوم وبيلاقي نفسه في زنزانة عليها رقم 48. الزنزانة ما كانش فيها أي حاجة غير سرير وحمام، وفي نصها موجود حفرة عميقة جدا. جورينج ما كانش لوحده في الزنزانة، كان معاها واحد اسمه تريميجاسي، وكان في زنازين كتير زي اللي هم فيها مترقمين بعدد الأدوار، وكل واحدة من الزنازين دي كان فيها 2 مساجين. كل يوم كان في ترابيزة بتنزل وعليها كمية كبيرة جدا من الأكل، وكل زنزانة كان قدامها دقيقتين بس قبل ما الأكل ينزل للزنزانة اللي تحتها، فكان لازم تاكل بسرعة أكبر كمية تقدر عليها. وطبعا كل ما كنت في دور تحت كل ما كانت فرصتك إنك تاكل أقل. وعشان يعدلوا بين المساجين كل شهر كانوا بيعيدوا ترتيبهم من تاني. لما جورينج شاف ترابيزة الأكل لأول مرة ما كلش منها حاجة لأنه مش جعان، وفضل يسيب الأكل للأدوار اللي تحت. بس زميله تريميجاسي كان بياكل بفجع شديد جدا، وبعد ما خلص أكل تف على الأكل وقال لجورينج إنه عمل كده لأن الأدوار اللي فوقيهم بيعملوا كده هم كمان. جورينج قرر ياخد تفاحة من الترابيزة ويحتفظ بيها عشان ياكلها بعدين، بس بمجرد ما الترابيزة نزلت من الدور بتاعهم الزنزانة بدأت تسخن جامد، وبنكتشف ساعتها إن ممنوع على المساجين الاحتفاظ بالأكل، فبيضطر جورينج إنه يرمي التفاحة وإلا هيموت من ارتفاع الحرارة. بدأ يفتكر المقابلة اللي عملها قبل ما يدخل السجن ده، وكمان افتكر إنه وقع على ورقة بتلزمه إنه ما يخرجش من السجن إلا بعد المدة اللي اتفقوا عليها. وبنعرف إنه جورينج وافق إنه يدخل السجن ده لمدة 6 شهور، وفي المقابل هياخد شهادة دبلومة معتمدة. كل شخص من المساجين كان مسموح له إنه ياخد حاجة واحدة بس معاه للسجن، وجورج اختار ياخد رواية. تاني يوم ما كلش حاجة من الترابيزة، أما تريميجاسي فكل بفجعة زي المرة اللي فاتت. جورينج سأل تريميجاسي عن قصته وإزاي دخل هناك، وساعتها قال له إن في يوم كان بيتفرج على التلفزيون وشاف إعلان سكينة عجبته جدا فاشتريها، وتاني يوم نفس الإعلان عرض سكينة أحلى من اللي قبلها. فتريميجاسي اتعصب جدا وخد التلفزيون رميها من الشباك، ولسوء حظه التلفزيون وقع فوق دماغ واحد معدي من تحت بيته وقتله. بعد الحادثة تم القبض على تريميجاسي وخيروه بين مستشفى الأمراض العقلية أو السجن اللي هو فيه حاليا، وطبعا في تريميجاسي اختار السجن. تريميجاسي قال إن أكبر رقم نزل فيه كان زنزانة 132، وإن في زنازين أكتر من الرقم ده بكتير لأنه كان شايف الزنازين اللي تحته، وكمان قال له إن مفيش أكل بيوصل للأدوار اللي تحت دي، وده كان أسوأ شهر عدى عليه في الفترة كلها. أول ما جورينج سمع كلام تريميجاسي اترعب من إنه ينزل الأدوار اللي تحته، وبدأ يزعق في المساجين اللي تحت عشان يعملوا حساب لأكل الناس اللي تحتهم، بس مفيش حد رد عليه. تريميجاسي وقف على حرف الحفرة وبدأ يعمل حمام على الترابيزة، وقال له إن الحاجة اللي اختارها عشان يجيبها معاه هي السكينة اللي اشتراها من الإعلان. تاني يوم جورينج كل من ترابيزة الأكل وفجأة في واحد وقع في الحفرة من الأدوار اللي فوقيه. جورينج كان مستغرب جدا من انتحار الراجل لأنه بياكل كويس بحكم إنه في دور أعلى منهم، بس تريميجاسي قال لجورينج إن الموضوع ده طبيعي وبيحصل كتير جدا، بس مفيش حد من الإدارة بيتصرف في الموضوع ده. تريميجاسي حكى حكايته في كل الزلازل اللي كان فيها، وقال له إنهم هيغيروا الزنزان اللي هم فيها في نهاية الشهر، وفهموا إن زمايل الزنزانة بيفضلوا مع بعض دايما وما بيتغيروش. وساعتها جورينج فهم إن تريميجاسي أكل زميله السابق لما كان في الأدوار اللي تحت، وده اللي خلاهم يتجمعوا مع بعض في زنزانة واحدة. لما ترابيزة الأكل جت تاني في واحدة اسمها ميهارو كانت قاعدة عليها. جورينج كان قلقان على ميهارو لأنها كانت مصابة، بس تريميجاسي قال له يفكوا منها ويركز في الأكل. تريميجاسي قال لجورينج إن ميهارو كانت متعودة تنزل الأدوار كلها مرة كل شهر عشان تدور على ابنها، وقال له كمان إنها بتقتل أي حد بيجي معاها في نفس الزنزانة على أمل إن ابنها يجي معاها الزنزانة المرة الجاية. تريميجاسي كمل كلامه وقال لجورينج إن الراجل اللي وقع في الحفرة ممكن تكون هي اللي رمته، وإنه ما قتلش زميله السابق زي ما هي عملت. زميله كان ميت أصلا وهو أكل جثته لما ميهارو نزلت الدور اللي تحتهم. المساجين اللي كانوا في الدور شدوها وكانوا عايزين يستمتعوا بيها، وجورينج فضل يزعق فيهم بعلو صوته عشان يسيبوها، بس الحقيقة إن ميهارو ما كانتش محتاجة مساعدته لأنها قتلت المساجين الاتنين ورجعت تاني للترابيزة. لما الشهر انتهى المساجين ناموا عن طريق غاز منوم والزنازين بتاعتهم اتبدلت، ولما جورينج صحي من النوم لقى نفسه مربوط في السرير بتاعه واكتشف إنه بقى في الدور 171. تريميجاسي قرب من جورينج وقال له إنه هو اللي ربطه في السرير لأنه أصغر منه في السن وأقوى منه، فكان لازم يأمن نفسه. جورينج كان سامع صرخات الناس من الأدوار اللي فوقيه، وده دليل على إن المساجين ما كانوش راضيين عن أدوارهم الجديدة، وأكيد دوره هيبقى أسوأ. لما الترابيزة نزلت لدور جورينج وتريميجاسي ما كانش باقي فيها أي حاجة، وبعد 8 أيام تريميجاسي قال لجورينج إن الوقت جه عشان ياكل، وفعلا قرب من جورينج وهو في إيده السكينة وبدأ يقطع حتة من رجل جورينج، وما كانش مهتم بصرخات جورينج ولا توسلاته،
بس قبل ما تريميجاسي ياكل رجل جورينج الترابيزة نزلت للدور بتاعهم وعليها ميهارو. ميهارو افتكرت ازاي جورينج كان قلقان عليها، فهجمت على تريميجاسي وضربته بالسكينة وراحت بعدها لجورينج وأنقذته وكمان اديته السكينة بتاعته. جورينج خد السكينة من هنا وهجم على تريميجاسي بوحشية وقتله وأغمى عليه بعدها. جورينج صحي من النوم لقى نفسه على سريره، ميهارو هي اللي حطته على السرير وكمان ربطت رجله بحتة ملاية، وحاليا واقفة بتاكل جثة تريميجاسي. ميهارو قربت من جورينج واديته حتة من لحم تريمجاسي، وجورينج اضطر انه ياكل من جثة تريمجاسي لانه ما قدموش اي خيار. وبعدها ميهارو جابتها شوية مية ونزلت على الترابيزة بدون ما تنطق بكلمة. الايام بتعدي على جورينج وبتبدأ جثة تريمجاسي تعفن، وساعتها جورينج بياكل الدود اللي فيها. وبتعدي على جورينج نوبتها الوسق بيشوف فيها تريمجاسي بيلوموا على الاكل والجثة. الشهر بينتهي والغاز المنوم بينتشر وجورينج بيحلم انه مع بنت في الحلم، ولما بيصحى من النوم بيلاقي ان في كلب بيلحسه. وجورينج اتصدم لما اكتشف ان زميلته الجديدة في زنزانة هي إيموجيري، ودي الست اللي قابلته لما كان عايز يتطوع ويدخل السجن. إيموجيري اختارت إنها تاخد الكلب بتاعها معاهم من زنزانة الجديدة اللي هم فيها رقمها 33. جورينج افتكر المقابلة اللي عملها مع إيموجيري وإزاي كانت مستغربة من إجاباته على أسئلتها لأنه كان ساذج جدا ومش عارف هو داخل على إيه. إيموجيري قالت لجورينج إنها اتطوعت زي ما هو عمل وإنها ما كانتش تعرف إن في ناس بيموتوا في السجن، وقالت له كمان إن السجن بيتكون من 200 دور تقريباً. جورينج بدأ يتكلم مع إيموجيري وقال لها إن الأكل ما بيكفيش كل الناس اللي في السجن، وساعتها إيموجيري قالت له إن الأكل هيكفي لو كل واحد خد اللي يكفيه وعمل حساب زميله. جورينج حكى لها عن طفل ميهارو بس إيموجيري ما صدقتوش، وقالت له إن سياسة الشركة ما بتقبلش الأطفال اللي تحت سن 16 سنة. لما ترابيزة الأكل جات لإيموجيري أكلت اللي يكفيها بس، وادت شوية أكل للكلب بتاعها وعملت طبقين أكل مناسبين للدور اللي تحتها. لما الترابيزة نزلت الدور اللي تحت إيموجيري اتكلمت مع المساجين اللي فيه وقالت لهم ياكلوا اللي في الأطباق وبس، ويعملوا طبقين تانيين للناس اللي تحتهم زي ما هي عملت. بس الحقيقة إن المساجين ما اهتموش ليه، وساعتها جورينج قال لها إن الإدارة مش عايزة الناس تتعاون مع بعضها. إيموجيري قالت له إنك بتكره الناس اللي بتحكم بدون ما تشوف، لأنها اشتغلت مع الإدارة دي فترة طويلة وتعاملهم كان كويس جدا. وساعتها جورينج قال لها إنها بتقول كده لأن الإدارة اديتها امتياز إنها تبقى في الأدوار العالية. كل يوم إيموجيري كانت بتعمل نفس اللي بتعمله، بتاكل اللي يكفيها هي والكلب بتاعها وتعمل طبقين أكل وتفضل تتحايل على المساجين اللي تحت إنهم يعملوا زيها، بس محدش كان بيسمع كلامها. جورينج زهق من زعيق إيموجيري كل يوم، فقام من مكانه وهدد المساجين اللي تحت إنهم لو ما عملوش زي ما إيموجيري بتقول هيعمل حمام على الأكل كله. وفعلا تهديده نجح والمساجين كلوا اللي يكفيهم. في يوم من الأيام ترابيزة الأكل نزلت وميهارو وقعت فوقيها وهي مغمى عليها. إيموجيري وجورين شالوها من على الترابيزة بسرعة بس غفلوا عن الكلب اللي فضل ياكل من على الترابيزة بمجرد ما الترابيزة نزلت الدور اللي تحت. الزنزانة بدأت تبقى أبرد وساعتها جورينج اكتشف إن الكلب سرق أكل من على الترابيزة واضطر يجري وراه في الزنزانة كلها عشان يرجع. بالليل جورينج ساب السرير بتاعه لميهارو ونام على الأرض، بس صحي في وسط نومه على صوت خناق، وده لأن ميهارو أكلت الكلب بتاع إيموجيري. تاني يوم ميهارو نزلت من زنزانة إيموجيري وجورينج حكى لإيموجيري قصة ميهارو وابنها، بس إيموجيري فاجئته وقالت له إنها متوحدة من 10 شهور، وحكت له إن ميهارو كانت ممثلة مقطوعة من شجرة وإنها جت هنا متطوعة زيه. إيموجيري قالت له إنها ندمانة إنها بعتت الناس السجن لأنها ما كانتش عارفة حقيقة المكان هنا، وكملت وقالت لجورينج إنها بتحارب السرطان لمدة 3 سنين، بس للأسف السرطان اتمكن منها فاتطوعت إنها تيجي هنا وتشوف إيه اللي بيحصل، وفضلت طول مدة وجودها تحاول تنصح الناس إنهم يراعوا بعض في الأكل، بس للأسف ما نجحتش في المهمة دي. في آخر يوم في الشهر جورينج قال لإيموجيري تيجي تاكل من الترابيزة لأنهم ممكن ما يلاقوش أكل من أول بكرة عشان الأدوار هتتبدل، بس إيموجيري كانت مكتئبة جدا لدرجة إنها ما كانتش عايزة تقوم من السرير بتاعها تاني. تاني يوم صحي من النوم لقى نفسه في زنزانة رقم 2002، وده معناه إن في أدوار أكتر من العدد اللي كانت إيموجيري تعرف، بس للأسف اكتشف إن إيموجيري شنقت نفسها بملاية السرير. في اللحظة دي جورينج بدأ يهلوس تاني وشاف تريمجاسي قدام. تريمجاسي كان بيسأل جورينج إذا هو هياكل جثة إيموجيري زي ما أكل جثته. بقاش لوحده، إيموجيري انضمت ليه هي والكلب بتاعها وفضلوا هما التلاتة يزنوا عليه عشان ياكل جثة إيموجيري.
جورينج يحاول بكل جهده إنه يبعد تفكيره عن الهلوسات دي، وكان بيشغل نفسه بأي حاجة تانية، ولما كان بيجوع كان بيقطع من الرواية اللي في إيده وبياكل الورق بتاعها عشان يخدع معدته، وكمان خد حتة من طبق إزازة وبدأ يعد الأيام على الحيطة. للأسف مع الوقت الجوع زاد على جورينج، وساعتها اضطر إنه ياكل جثة إيموجيري، وتريمجاسي بدأ يظهر له تاني وكان بيقول له على أحلى حتة تتاكل من جسم البشر. الأدوار اتغيرت من تاني، وجورينج كان مبسوط أول ما صحي لأنه لقى نفسه في الدور رقم 6، وكمان اكتشف إن زميلته الجديدة تبقى مايهارو، بس المفاجأة إن مايهارو هجمت عليه بالسكينة. بنكتشف بعدها إن كل ده كان حلم، والحقيقة إن زميل جورينج الجديد كان اسمه بهارت. بهارت اختار إنه ياخد حبل السجن، وكان مبسوط جدا إنه في الدور رقم 6 لأنه كان عايز يخرج من السجن عن طريق التسلق للأدوار اللي فوق، وطلب من الناس اللي في الدور الخامس يساعدوه. في الأول بهارات اصطدم من المساجين رد الفعل وساب الحبل بسرعة وكان هيقع في الحفرة، بس لحسن حظه جورانج مسكه في اللحظة الأخيرة وللأسف الحبل بتاعه وقع. وبتيجي ترابيزة الأكل بعدها والاتنين بياكلوا منها وهم سامعين المساجين اللي فوق بيتريقوا عليهم. مع مرور الوقت جورانج بيهلوس تاني وبيشوف ترمزاجي وإيموجيري. ترمزاجي بدأ يمدح جورانج وقال له إنه ماشي على الطريق المظبوط لأنه قدامه شهر واحد ويخرج من هنا، بس إيموجيري قالت له إنه لازم يشتغل الشهر ده ويحاول يصلح تصرفات الناس في السجن. جورانج جات له فكرة يجبر بيها الناس على إنهم يراعوا بعض وطلب من بهارات إنه يساعده. جورانج قال لبهارات إنهم هينطوا على الترابيزة وهياخدوا في إيديهم أي حاجة ممكن يستعملوها كسلاح ويجبروا الناس إنهم ياكلوا اللي يكفيهم. بس لما جورانج كان في الدور 202 حسب الوقت اللي الترابيزة بتاخده عشان تتحرك، وبناء عليه قال إن عدد الأدوار 250. بهارات عجبته الفكرة وكسروا هما الاتنين حديد السرير وعملوا سلاح ونزلوا على الترابيزة للدور السابع. جريمن قال لبهارات إن الناس اللي في الدور السابع كانوا امبارح وأكيد هياكلون بكرة، فمش هياكلوا النهاردة، وكمان هيمنعوا أي حد يقرب من الأكل لحد الدور ال50. وقال إنهم هيوزعوا من أول هناك لأن دول الناس اللي بيوصل لهم أكل قليل جدا. بهارات اتردت في الأول لأن الناس ساعدوه إنه يطلع بالحبل من أسابيع، بس لما واحد من الناس دول بدأ يتصرف بعنف بهارات فهم وجهة نظر جورين وعمل اللي قاله عليه. الاتنين بدأوا ينزلوا للأدوار اللي تحت وكانوا بيمنعوا أي حد إنه يقرب من الأكل لحد ما وصل لدور كان فيه راجل عجوز اسمه برامبانج. برامبانج كان راجل حكيم يعرف بهارات وكان موافق جدا على فكرتهم، بس حذرهم وقال لهم إن الإدارة مش هتهتم باللي هم بيعملوه، وكمان مش هيهتموا لو هم نجحوا في تقييم سلوك المساجين، بس ممكن اللي شغالين في السجن يهتموا بالكلام ده. برامبانج قال لبهارات وجورانج إنهم محتاجين لرمز يعرفوا بيه اللي شغالين في السجن إنهم نجحوا في تقييم سلوك المساجين. وساعتها بهارات وجورانج اختاروا إنهم يشيلوا طبق غالي فخو جدا، وده هيبقى الرمز اللي هيوصلوا بيه للي شغالين في السجن، لأن الطبق ده أول طبق المساجين بياكلوه، ولو وصل لهم سليم هيفهموا إن في حد بيحاول يصلح من طبع المساجين. بهارات وجورانج كملوا المهمة بتاعتهم وفضلوا ينزلوا بالترابيزة ويمنعوا أي حد يقرب منها، وأهم حاجة بالنسبة لهم كانت المحافظة على الطبق الغالي. أول ما الاتنين وصلوا للدور ال50 بدأوا يوزعوا أطباق محددة على المساجين، والمساجين كانوا مبسوطين جدا. في الدور ال97 لقوا راجل عجوز مريض وطفل معاق. جورينج راح على الراجل العجوز وبدأ يأكله، بس الطفل المعاق قال لهم ما يتعبوش نفسهم لأنه كده كده هيقل الراجل العجوز بعد ما يمشي وهيأكله في الدور اللي بعده. جورينج لقى فيه جثة لشخص واحد وتوقع ساعتها إن مهاره صحت في الدور ده. لما بهارات وجورينج وصلوا للدور ال250 الترابيزة ما وقفتش، وده معناه إن في أدوار أكتر من كده. وفي الدور 251 لقوا 2 مساجين بيهاجموا مهاره. واحد من المساجين كان معاه سيف والتاني كان ضخم وقوي، وبالتالي مهاره ما كانش قدامها أي فرصة قدامهم، فبهارات وجورينج هاجموا عليهم بسرعة عشان ينقذوا مهاره. الموضوع كان صعب بالنسبة لهم، بس بهارات قدر يقتل الراجل اللي معاه السيف وراح بسرعة عشان يساعد جورينج، بس للأسف مهاره كانت ماتت. جورينج كان زعلان جدا على صاحبته وكان عايز يفضل معاها، بس بهارات سحبوا بسرعة للترابيزة ونزلوا هما الاتنين كملوا نزول وكانوا بيساعدوا كل المساجين اللي بيقابلوهم، وللأسف كان في أدوار كتير فاضية وما كانش فيها إلا جثث بس. أخيراً الترابيزة وقفت عند الدور 333، وده معناه إن الدور الأخير. في الأول كانوا فاكرين إن الدور ده فاضي، بس فجأة في طفلة خرجت من تحت السرير. الطفلة دي تبقى مالي، الطفلة المفقودة. بهارات وجورينج نزلوا من على الترابيزة وراحوا ناحية الطفلة، وبمجرد ما نزلوا من على الترابيزة نزلت في حفرة في الأرض. جورينج طلب من بهارات يرمي الطبق الغالي في الحفرة عشان يوصل للي شغالين في السجن، بس بهارات رفض. والغريب في الموضوع إن درجة حرارة الزنزانة ما اتغيرتش بالرغم إنهم خدوا أكل من على الترابيزة. وبعدها بهارات إدى الطبق اللي معاه المالي. التلاتة فضلوا في الدور الأخير، وجورينج كان بيجيله هلوسات تاني، بس المرة دي ما كانش بيشوف إيموجيري وتريميجاسي بس، ده بقى بيشوف مهاره هي كمان،
وفجأة بهارات ظهر له هو كمان في هلوسته وقال له إن الطفل مالي هي الحل. لما اكتشف إن صاحبه بهارات مات بسبب جروحه، ولما الترابيزة نزلت تاني، جورينج خد مالي وقعد على الترابيزة ونزل في الحفرة. المكان كان مظلم جدا، وفجأة تريميجاسي ظهر وقال له ينزل من على الترابيزة لأنه نجح في الاختبار. وطلعت الترابيزة من تاني وعليها مالي عشان تختبر رحمة الناس وتشوفوا مين هينجح في الاختبار.